بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا حبايبي في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل اكله حلوه ومغذيه جدا. هنعمل ايه؟ اكله وجبه تنفع فطار وغدا وعشاء وكل الحاجات. هنا هنعمل ايه؟ معانا بطاطس وبتنجان، وهنا فلفل اخضر او فلفل الوان زي ما تحبي، وطماطم وبصل. هنعمل الاكله ديت على بعض كده اهي. هنا هنولع الغاز بتاعنا اهو يا حبايبي. اهو يا حبايبي، هنبدأ كده ايه بالمادة الدهنية بتاعتنا. وهنعمل ايه؟ هنحط شوية زيت كده حلوين اهو، 3-4 معالق كده، يعني ما كانوش كتار، 3-4 معالق كده. وهننزل مع بعض بايه؟ بالمكون الاساسي بتاعنا. يعني ساعات انا بقول على الاكله ديت ايه الاكله بي بطاطس، بدنجان، بصل، بندوره، الطماطم طبعا بيقولوا عليها بندوره، فهي ايه حرف البي كلها. هنحط البصل كده هنشوحه الاول اهو يا حبايبي. الاكله دي مغذيه جدا واقتصاديه جدا وكل حاجه، يعني مش مكلفه. تعملي صينيه كده. انا قلت ايه قاعده والله، قلت ايه هنعمل ايه حاجه للاولاد كده يتعشوا بيها. بدنجانتين كانوا عندي، حبيتين بطاطس، طماطميتين، الفلفل عندي. بدل ما تقلي ويبقى فيه كميه زياده وحاجات من دي، لا، هنعملها كده بالطريقه دي وهتبقى حلوه، طريقه حلوه ومفيده يا حبايبي ومغذيه. بس الاول يا حبايبي كده فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان المعلومه توصل لكم كلكم، وعشان القناه توصل لكم كلكم يا حبايبي. قناتي طبعا الاكل للجميع. البصله طبعا هنا ما بنحمرهاش يا حبايبي، احنا بنفضل نقلب في البصله كده لحد ما تدبل معانا اهي، بحيث ان هي ايه ما تبقاش صحيحه. اهي يا حبايبي هنا البصله دبلت معانا شويه. هننزل عليها ايه بالمكون الرئيسي اللي هو بياخد وقت اكتر. يعني احنا بنحط الخضار على حسب درجه حرارته وعلى حسب المده اللي بتاخد تسويه اكتر. هنا البدنجان معانا اهو. طبعا البدنجان من الخضروات والحاجات اللي بتسمر بسرعه. نقطع اهو اهو يا حبايبي. هنعمله كده نقلبه برده شويه وايه هنسيبه لحد ايه ما يدبل شويه على النار. هنا يا حبايبي بنفضل نقلب كده البدنجان لحد ما يتشمع بالماده الدهنيه كلها. شوحه كده علشان ما نسيبوش يتحرق ولا حاجه ولا ينشف، يتشمع بالماده الدهنيه خالص اهو. وهنزل عليه هنا بايه؟ بالبطاطس يتشوح معاه برضه كله في صينيه واحده كده يا حبايبي. اقتصاديه جدا ولذيذه جدا ومش مكلفه. البطاطس ايه؟ البطاطس دلوقتي ب5 جنيه يعني ده حبتين بطاطس كلهم نص كيلو، ونص كيلو بدنجان ب5 يعني ايه، وبصلايه وطماطميه، يعني كلهم اكله اقل من 20 جنيه. هتعملي وجبه اقتصاديه وجميله يا حبايبي زي المطاعم واحلى كمان. يعني انت بتروحي تجيبي المعلقتين من المطعم كده في طبق يبقوا مكلفين، يعني مفيش طبق اقل من 10 جنيه او حاجه في المطعم. انت بقى بتحطي لها الخضار اللي انت عايزاه في البيت. انا هنا مزوده البطاطس اهو عشان ايه القيمه الغذائيه بتاعتها تبقى عاليه كمان وتبقى جميله كده، الاولاد بيحبوها كده.
بتنجانتين دبلانين دبلوا في المطبخ، بطاطسيتين يا حبيبتي مش حاجه، قرن فلفل، طماطميتين، اي حاجه كله كده. وهيعمل ايه يا حبايبي؟ هيبقى وجبه احسن من الفول واحسن من اي ايه حاجه. هدي عليها كده لما ايه يعني الخضار يتشوح مع بعضه ويتجانس كده ويصر الميه بتاعته عشان ايه ما يتحرقش. يا حبايبي هنا برضو البطاطس اتشوحت مع الباذنجان والبصله وبقت ايه متشمعه كلها بالماده الدهنيه اهي. يا حبايبي ننزل عليهم بايه؟ بالطماطم، علشان احنا كده عايزينها ايه يعني تستوي على الهادي كده على الناشف، ما تحطلهاش ميه ولا حاجه. بس انا مش هقلب الطماطم، هسيبها كده اهي. والفلفل هسيبه كمان اهو، هسيبهم كده يا حبايبي مش هقلبهم، بحيث ان هم ايه يتشربوا على الهادي كده على البخار وما ينشفوش. تحفه فنيه اهي. والتوابل انا هحط لها ايه كمون وكزبره على بعض يا حبايبي. انا هسيبها كده اهي تنزل الميه بتاعتها، ميه الخضار تنزل بقى بشوش كده. بصراحه مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعتها، ريحتها جميله جدا. شايفين اتعملت كده على البخار اهي، ريحتها روعه روعه. هنا بنحط بقى التوابل، نحط الكمون كمان، نظبط بقى الملح بتاعنا والحاجه بعد ما غليت كده. هنا ما حطيتش لها اي ميه يا بنات، هي على البخار كده جميله جدا. عشان هتتغمس ديت هتتاكل بعيش، اعملها كده احسن من الفول وهو تغيير يا حبايبي. هدي عليها كده النار ونسيبها ايه شويه اهو يا حبايبي. هنا خلاص خلصت اهو، استوى خلاص وبقت جميله. هنا هطفي عليها احلى صينيه خضار تنفع فطار وغدا وعشاء يعني بلا منازع اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. هضيفه كده في الطبق. مكونات غذائيه كلها جميله 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 جميله، مفيش بعد كده. طبق التقديم كده الله، شايفين مفيش بعد كده. اشتركوا في القناه كده يا حبايبي علشان قناتي توصل لكم كلكم، قناه الطبخ للجميع توصل لكم كلكم يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله. النهارده يا حبايبي نعمل مع بعض ايه صينيه خضار كده تنفع. ديت صينيه الخضار ديت تنفع في الفطار، في الغدا، في العشاء، مش هتقول لا. مكوناتها مع بعض برنجانتين كانوا عندي في التلاجة دبلانين، حبيتين بطاطس، بصلتين، طماطميتين، قرن فلفل اخضر. قطعت كل المكونات ديت وشوحناها وعملناها على بعض كده زي الخضار سوتيه. وجبه جميله ومغذيه جدا. تيجي تبصي لو انت بتجيبي فطار ولا حاجه من المطعم بتلاقيهم عاملين الاطباق ديت حاجه كده معلقتين ب10 جنيه. انت شوفي دي كلها ما كلفتناش 20 جنيه، ما كلفتناش فعليا والله العظيم 20 جنيه ما كلفتناش. من كل انواع الخضار كده ما كلفتناش. وهنعمل صينيه الخضار ديت هناكل كلنا، العيله كلها هتاكل وهيتبقى منها في التلاجة زي الفول واحلى. طعمها جميل جدا. وادي في طبق التقديم اهي
روعه، شكلها روعه. هندخل مع بعض كده يا حبايبي وهنشوف الطريقه. انا بصوا انا باكل منها كده بصراحه لا تقاوم. ادخلوا كده يا حبايبي وشوفوا الطريقه ازاي في قناتي الطبخ للجميع. اشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايبي.